حبايبي اللي بحبهم وبموت فيهم، بصوا بقى الفيديو دوت هو بقى له كام يوم. يعني حطوا في دماغكم يا جماعه، الفيديوهات اللي بنزل لكم عليها دي بتبقى متصوره بس بنزلها لكم ورا بعض، فبتاخد معايا وقت، فالفيديو بيبقى بقى يومين وثلاثه وبنزله. يعني لو اتكلمت على حاجه فاتت قبل كده فاعرفوا الحاجه دي قديمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. يا رب ان شاء اللهم الله. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلى على النبي صلاه على النبي. ربنا يخليكم ويديكم ويرضيكم ويبارك فيكم. كل اللي يعمل اشتراك، كل اللي يعمل لايك، يخلي لاولاده تفرحوا بيهم يا رب وتشوفهم احسن الناس ويديكم الذريه الصالحه. كل اللي مشتاق يا رب العالمين حطوا لي لايك، سبسكرايب، كلمه حلوه في الكومنتات. يلا نبدا. بصوا هم جعانين فمش مستنيين. السلام عليكم. طب كلي الف هنا. كلي يلا. بسم الله. معايا بقى الاكل العزومه. ده بقيه العزومه يا جماعه. زي ما انت يا سمسم. محاوي تعالى عليا يا ومحشي سمسم. تعالى عليا يا سمسم عشان اخواتي، عشان ياسين. في مناديل. ده عر الحله انا لميته بصراحه بحبه. من البيت. ممكن كله بقى تودينا المروحه يا سيف مدينة معلش. الصالة. من البيت. والله ما دي معكش معاك. البريد؟ في بحر بارد. قلت المروحة؟ انت قلت لي بحب الشطه. نحطها على الوجه. قلت لي انا باكل شطه يا ماما. أنا محسن. ليه؟ لا. والله انت بتحب البارد الحراق. طب خلاص كل ملوخيه واديها جلاش واديها فراخ. طب خدي جلاشه طريه جميله. ما انت قلت لي. المناديل في الصاله يا سيف. أنا أقول لك. ليه؟ ليه؟ أنا لا والله الطريقه الطريقه ازاي؟ إيه وانت يا سلمى في ايه؟ لا أنا خدي كلي. أنا جميل. دبوسه اهو، كلي دبوسه. كلي يا ريت وتنامي عشان المدرسه الصبح. بس حلو. وقت المروحه يا سيف. على الاثنين. لا خليها على الواحد. الله. دول الملوخيه يا احمد. عاوز قرن فلفل. كنت لسه أقول لك قرن الملوخية. فلفل عاوز أخضر. قرن فلفل اخضر. ايوه. امم في عندنا. اه فين ما شاء الله. أنا سامر برضه مسيبي. سمي بقى سمي وخلاص ما بتكلموش بقى ناكل على طول. عشان الحل بقول لكم سموا سموا قولوا بسم الله وبعد كده بسم قولوا الله بعدين شطار. سالت واحدة. شاطر شاطر يا سلمى. هذا لا. اديني موبايلك ريال. تبقى الدنيا عقله. اتكلمت أصلا. هي جامده. حبيب الموبايل. مم. مع ان الممبار ده من المره اللي فاتت لما كنا عاملين الممبار والكرشه تعرفي الفريزر. الله على الملوخيه. انت لسه فاكرة ساعة عملت الكسة من زمان. لسه فاكره. هتبقى حدودة بس هناك. يلا كده قبل الاخر عشان ياكلوه عشان ما ياكلوش ويسيبوه. تاكلوا وتخشوا تناموا. بس هي الفراخ بقى كلها صدور. ماشي يا ولاد؟ هناكل بقى حتت ايه؟ لا في دبابيس تحت. وده بتاع ياسين. خد كمان. لا مفيش دبابيس. في دبابيس تحت كتير وانا رصصها في الصينيه. بص هتلاقي تحت. تحت فين تاني وانا تحت الارض اهو. سيف في الخطه الصفراء ولا في الخطه دي؟ انا كنت عايزة من خلطة الصفرا. انت معاكي واحده كده وواحده كده. معاكي اتنين. يعني واحدة من خلطة الصفرا وواحدة من خد يا سيف. عشان انت ما فيش محشي ليكي كل انت بقى فراخ وملوخيه. يلا شطور. يلا يا ياسين قرب يا ياسين على الاكل. انت مريح ورا. اعملها مركبه ولا ودان قطه. خد يا ياسين حط واحده كمان يا ياسين لو مش عارف تاكل. رميت المخدات ولا ضهرك يا ياسين؟ احمد انا عايزه اديك خد يا ياسين. 4. ده حته صغيره. امسك يا احمد كده. بس سلمى خدتي. سيف خد. في فراخ اهي لو حد عايز يمصمص اي حاجه. لا خد الجنحة اهو. سلمى لو عايزه خد حته حلوه. انا بقى مصمص في العظم ده. والله الفراخ لان ما فيش حد امبارح كل. هما نقنقوا كده في الاكل امبارح وامي ومحمد وفاطمه كل واحد خدوا حته. اديت لابويا حتتين كده وهي ماشيه.
واديت لفاطمه اللي فاض منها برضو، وفاض برضه اهو. ماما ليه بعملها كده؟ لسه في باقي الاكل بكره ان شاء الله. والبوز شايلين بقى المكرونه والجلاش لبكره. ايه ليه بعملها كده؟ اهي بص التانية طالما حاطين الواحد لما بيبقى حد جاي له هم مثلا بيبقى عاوز يعمل كل حاجه. بس لما حد بيجي ببقى عايز ادوقه الاكل المصري كله، ببقى عايز ادوقه. لا دوق ده، طب ده دوق فاكر كانت ده. عاوزه تعمل حاجات تانية والله. قلت لها لا بص اقول لك ايه، لا الاكل ده كله هيتلم في الثلاجه ومش هتلاقي مكان تحط فيه. ما كانت عايزة تعمل كسر وكل الحاجات اللي عندها. ما فضيت التلاجة. فاضل التلاجة. والله العظيم اي حد على راسنا من فوق والله، والله ما كريم. وهم ناس بصراحه ربنا ذوق ومحترمين ان شاء الله كويسين يشرفونا قوي. تاني. اختها جايه، اختها كلمتني في التليفون وهم قاعدين، جايه الاسبوع الجاي وان شاء الله اعمل لها سفره زي دي، عشان هي عجبتها السفره قوي لما وراها لنا. يا ريت يكتبوا بقى هم في الكومنتات يقولوا في الاكل عشان ما حدش يقعد يقول احمد بابا بيبالغ. جهز نفسك على الحدودة اللي احكيها. معايا. الخلطه الفراخ المخلطه صفرا دي عجبتني. عجبتهم قوي الفراخ بالخطه الصفراء. تقول لي انت ايه الخطه الصفراء دي ايه يعني؟ انا كنت بفكر ان دي خلطه جاهزه بتتباع. وانا مسميها فراخ بالخلطه الصفراء عشان الخلطه بتاعتها صفرا. يعتبر احنا اللي مخترعين الاسم ده. هي اكيد اسمها اسم تاني، هي بس مش كله. بس احنا مسمينها الفراخ بالخطه الصفراء. بس تقريبا الكل بيقول الفراخ بالخلطة الصفراء. يعني بيقولوا فراخ عادية. عادي يسموه كشري. ممكن يقول لك فراخ بالكاري فراخ بالكركم عشان ايه الاثنين بيدوا اللون الاصفر. الناس بيسموه الحل. بس الراجل بتحط عليها صابون تانية. طنجره. الطنجره دي يعني حله. بتقولي ما بيسموا الحل عندها طنجره. طب انت ايش عرفك؟ بالسوري. ده قعدت تسالها امبارح. سنة نبيل صح. لا مسألتها الطرق الحلة. أنا عرفتها لوحدي. وغير كده اصلا بتاكل بالعصير عندكم اسمه ايه؟ العصير. طب مش عارفه ايه اسم عندكم ايه؟ اللبن عندهم اسمه حليب. اللبن ده عندهم زي الزبادي اللي هو الرايب. حليب. وزبادي عندهم طب احنا كمان بنقول عليه حليب بس كشعب مصر بيقول عليه لبن. لا قليل قوي اللي بيقول عليه حليب. قليل اللي بيقول حليب. أيوة أنا برضه عندنا بنقول حليب. احنا بنقول كيلو لبن. لبن بنتكلم بنقول عليه لبن. زي ونقول ما عليه في السوبر ماركت حليب. قلت له هات كيلو حليب قال لي انا حليب. هو علي بيعرف بالموضوع ده. عندنا حليب يا لبن دي اللي هو يمشي على كتفك كده. أيوة عندنا كده بقى. بس عندنا الحليب اللي بالسن. احنا قلنا لها كيلو حليب. لا دي لا يحلبوا جاموسه يا شيخ. صفر كان أنتي راحت تقول له روح أجيبها لبن. راح قال لي السيف هات كله لبن من الحليب. الراجل قال له إيه؟ إيه؟ مين ده؟ حليب. سلمى رحت قلت له سلمى. سلمى حطيت لها اللبن. سلمى اللي بياكل طبعا ده ياكل. فيلم هندي. سلمى اللي بياكل يتكلم كلمه بياكل مش يتكلم 1000 وما ياكلش. يلا كل قولي ما تسكتوش سلمى، مين ما تسكتوهاش خليها تتكلم. قلت لها والله لو اتكلمت بتفتح وتسكت ما شاء الله الفيديو هيبقى ساعتين ثلاثه. وفؤاد بيقطعوا الحاجات الفيديو. الإعلانات. بتاع كومنتات. بيقول لك كانت لو لقوا العيل مشارك كتير في الفيديو، يعني هو قاعدين كده بنتكلم احنا واحمد عادي، بس لو لقوا علي يتدخل في الكلام وقعد يتكلم فتره طويله بيروحوا قاطعين لنا التعليقات. ممكن يشيلوا الاعلانات يقطعوا الكومنتات على حسب ما هم عايزين بقى. بجيب من هنا كده. في جلاش كله جلاش انت الله اكبر وايه سيف. خد حته جلاش اهي. ليه؟
خد يا ياسين الجلاش طريه. لا لا خد يا سمير. خد الجلاشه مش الطريه. قادرة اصلا عايزة خلص الطاقة. انا مش قادره اسيب الملوخيه وخلاص انا اكلت. الملوخيه ده هنشيلها. بس ما نزلت تاني. ما لوخناش فيها. انا بنص الاكل. لا بس الملوخية أكتر من يومين لا بتضايق منها. لا ما انا ممكن افطر بيها الصبح بالعيش البيتنا. هل فعلا افطري بيها؟ إن شاء الله تفطري وتتغدى حتى. لا ده جميله جميله طعمها حلوه قوي. أنا خدت طبق المحشي لوحدي على فكرة ومحدش كل من المحشي ده خالص. ده أنا قلت أنتوا مش هتاكلوا ملوخية وتاكلوا محشي. اكلت محشي. انا ولا دقت البحر. أنا مش قادر آكل تاني. ملوخية حلوة. المشكلة مش عايزة اكل عيش هنا، مش لازم مكافح. كل الفراخ جامدة. عسولة سلمى شطورة. اسمع الكلام. المصروف المصروف هيزيد. النهارده يزيد، بكرة يزيد. المصروف عندي كان بيزيد احنا عندنا المصروف كان بيزيد كل سنه شيلين. كل سنتين والله في أوقات. شيلين. كل سنة أقول له هات 100 ربع جنيه. جنيه. آخر مصروف خدته 5 كان جنيه 6 لا جنيه. انا كنت باخده مره في الاسبوع. أنا آخر مصروف خدته 150 قرش. 100 هتلاقي كنت بتركب مواصلات. أه كنت واخد. 100 جنيه. باخدها مشي. طب يعني ربع جنيه ده يعني دلوقتي بزمان كام دلوقتي؟ ربع جنيه زمان 50,000. قول 50 جنيه مثلا. لا 50 مش جنيه؟ كده، لا، لا، لا. 50 جنيه ولا قد ايه؟ انت كده بتاخد اكتر مننا. لا زمان بقى كان حاجه رخيصه. معدل 10 جنيه 7 جنيه ونص كده يعني. 7 جنيه ونص ده يوم ربع ما كان- جنيه بيقول هو في لك كيس كشري ب 7 جنيه دلوقتي؟ كيس الكشري اللي حاجه ب 15 جنيه كيس الكشري. انا كنت بربع جنيه ده كنت اجيب كيس كشري قد كده وتاخد ومليان الزوابع. واخد واقول له انت كتر لي شويه كمان. يا مفتينة. ايه اللي عملتها يا سلمى؟ الفيديو كل عيد. نونس عاوز ده البنت بص عليها وبقها وشكلها عايز عامل ازاي؟ ملوخيه؟ خد بالطبق التاني بتاع سيدي. كل ياسين فين كل ياسين مع سمير. ماشي. انت بدأت الطبق كده ليه؟ كل عيد ياسين ما طبعا. تخلصيه طيب. طبعا. خرافي. طب هي كنت حره فيه؟ كنت باخد 175 قرش. كنت بركب الاول كنت باخد جنيه وربع ايام ما كانت الاجره بريال. اه الريال ده اللي هو ال 20 قرش اقل من ربع جنيه. حطوا العظم هنا يا ولاد. اما غليت بتهيألي اخر مره يعني اخر حاجه لما ركبتها كانت ب 30 قرش. بتهيألي ما كانتش وصلت 40. 30 جنيه. لا انا بقى يا اخويا كنت بمشيها وكنت باخد ربع جنيه وساعات ما باخدوش. ايوه بس انا اكتريت الوقت ما باخدوش بمشي من غير فلوس. مدرستي فين؟ مدرستي كانت في كانت تخيل بقى يا سمير انت وياسين وسيف وسلمى تروح المدرسه من غير سندوتشات ومن غير فلوس. هو ربنا بالنسبة لي عادي، الواحد بيجيب كيس اندومي وافطر اندومي. ايوه ما انت معكش فلوس انت مش انت قادر معكش فلوس بقى. لا عز. ازاي دي؟ والله. تخيل نفسك كده تخيل نفسك كده وانت في المدرسه رايح المدرسه من غير هاتي فطار من دي فين؟ ومن غير سندوتشات عادي، ومن أنا غير فلوس. انا اصلا مش باكل في المدرسة. لبست وغسلت وشك وشطفت وغيرت ومشيت. هاتي من دي معاك. عادي انا اصلا مش باكل في عادي؟ المدرسة. كداب. استنى يا عم اسكت ده كداب. انت ما بتقولش 10 جنيه وانتوا رايحين وما بترجعوا بتقولوا عليها. ما انت ال10 نزل في ايدك انا مش وسندوتشات في باكل نفس الوقت. سندوتشات. 10 جنيه وانا رايح الدرس. ولو 10 خدت جنيه ما شاء الله سمير لو خد 30 جنيه يجي يقول لك اي حاجه حصلت المهم صرف 30 جنيه. خد 20 نفس القصه، خد 100 نفس القصه. ما خليش فلوس معايا. ماشي أبداً. خليه معايا نعمل بيها ايه؟ سمير ممكن يكون معاه فلوس وحد يستناش عليها احتاجها يرفع يديها له فاهمني؟ هو بيحب يصرف ولو حد قدامه محتاج فلوس وهو معاه فلوس يديها له بس بيحب الصرف زي ابوه. ولو ياسين لا. ابوه ما بيقعدش معاه فلوس لما يبقى معاه فلوس ما بيقعدش معاه فلوس ابوه ما بيقعدش معاه فلوس. بابا اللي اداله 100 ماما والله كنا بنشتري حاجه قريب رايحين نشتري حاجه معينه وهي ماشيه انا ببقى عاوز ازقها طول ما ازقها يا بنتي والله العظيم بيجرجرني في الشارع عشان ما اقفش ابص يقول لي ما تبصيش وانت معايا يلا ماشي بقى مجررني وراه. بص والله العظيم ماما بصي نازلين نشتري استنى يا سمير معلش دي واحده نازلين نشتري حاجه معينه فليكن مثلا نازلين نشتري بيض انا احب انت عارف انا نفسي تقول لي طلباتها وانزل اجيبها انا ما نزلتش معايا ما بيجيبش حاجه حلوه. لا السوبر ماركت كده كده الحاجه موجوده في الرفوف
بالايه؟ في الرفوف موجوده. في اللفوف. في الرفاف. في اللفوف. استني بس، موجوده على الرفوف. لا انما دي مثلا ايه، تقول لي بس ايه، هخش عند بتاع الفكه ده اجيب كيلو برتقال، كيلو مثلا، انا مش بقول ما كيلو. طب هو البرتقال مش لسه طالع يا ستي استني. واخضر، اجيب منين انا ما بقولش برتقال؟ انا ما بقولش على البرتقال، انا بيقول لك بقولش مثلا. انا مثلا يعني. فالراجل دوقنا حاجه عشان نشتري يعني، خوفنا عشان نشتري. هو انا عارف بياعين ما شاء الله، في بياعين كده بتبقى شاطره، اللي هو ايه، عارف الاستديو، هو ما شاء الله احنا طالعين معانا سلة المناديل، رحنا جبنا مناديل وجينا. فالجد الناس دي ما بتاكلش غير مناديل بس، تعالوا بقى عندك. فهو ما شاء الله شاف ايه الثلاث سلل، الثلاث عربيات، قال لك بس يا معلم زبوني هرب، ده مناديل يا عبيط. زبوني هرب. اه والله. وراح جاي دوق بس يا عم، خلاص شكرا والله، عارفه دقت وجبت منه قبل كده وحلفت يعني خلاص جبني. فدوقنا دي، حلو حلو، ايه رايك نجيب منه؟ فنجيب. وراح جاي ايه، يا دوب لسه بيعبي الكيس دوت، فراح جاي مدوقها حاجه ثانيه، ايه رايك؟ لا حلو حلو نجيب منه. اللي بعديه ما شاء الله دوقها نص اللي في المحل. حلو والله. ده احنا دوقنا بيتهيألي 3/4 الحاجه. انا انا كنت طول النهار في الشغل، ومن كتر الحاجات اللي انا دقتها حسيت ان انا دقت والله، فجاب لي كرسي. والله العظيم ساعتها انا انت دقت. دوختيني الحاجات دي كلها. والله. لا وفي المول ما شاء الله هي تحب تلف يعني ايه، انا بالنسبه لي عديت من انا على بحب الحاجه، الف قوي، الست كده عموما بحب ده. عديت من على الحاجه مثلا من الممر دوت فيه الحاجات اللي انا مثلا عاوزها، عدي لو مشيت بقى من وسط 100,000 حاجه ما ابصش عليه، انا خلاص عشان فهمت انت اللي أنا عاوزه. الراجل، انت الراجل مالكش يعني. ده دي مفيش تخليني تفكير في البيت، انت عايز ايه في بص، البيت؟ اروح الممر، الست هي اللي بتفكر وهي اللي بتجيب وهي اللي بتحط وهي اللي بتعمل. ده شغل بيت. وهي اللي هتشيل الرجال. انت بقى الممر انت مش واخد دماغك. الممر نخشه غير ونرجعوا رايحين جايين كده، يعني ايه لو بناخد اللفه بربع جنيه مش هيبقى كده، نروح الممر ونرجع 3-4 مرات. يا بنتي ما احنا كنا لسه واقفين. طب بس حاجات بيتي. يعني ما احنا في نفس الممر بقالنا ساعه. ماشي، بشوف لقيت حاجه شفتها تانية، حاجه محتاجاها ما لقيتهاش، ما شاء بعدين الله فعلا. لقيتها. هي الست كده. شفتوا انتوا كان في حاجه زي سيت كوم كده، انت راجل مش الرجاله شاغل دماغك ايه اللي في البيت. في العيال بتقوم الصبح استني جعانين بس يا افصلي. ماما، ناس عايزين عجزت، ناكل يا ناس ماما. واقفه عند المول في الاستراحه، الناس فننزل عجزت. نعمل اكل ونعمل ما حاجة. تقطعنيش استني، ناس عجزت، فبيقول له تعالى اقعد جنبنا، قال له لا ده انا المدام بتجيب حاجه من جوه 5 دقايق وجايه، قال له 5 دقايق احنا اتقال لنا برضه 5 دقايق، فالناس احنا يعني شعرها عايزين ابيض، الناس شعرها ابيض وعجزوا وهم مستنيين لسه الحريم بتاعهم يجيبوا حاجه من جوه وجايين، فشويه وراح جاي بقت بطانيه كله 5 دقايق، لا ولا دقيقه واحده. دوت يا جماعه زي مثل يعني، حكايه مش حقيقيه يعني، ايوه زي مثل يعني لا عن مش اللي احنا مثل فيه. مش مثل، ده كانوا عاملين زي سيت كوم كده اللي هي زي محافظه زي والكلام ده. نكته زي نكته يعني. فيديوهات كده صغيره، فالراجل ايه، لا ده انا دقيقه واحده وجايه، هبص بس. هات لي ميه يا احمد. فالتاني بيقول له لا ده مراتي مش هتشتري، ده هتبص بس، قال له لا اتقالت لنا كتير هتبص بس. هاتها البتاع. شايف لو لما فايش، واقف خد فيها شويه صغيرين. اجيب كيلو واحد لبن، دخلت خارجه بالعربيه مليانه، هديه سمير دخلت شو مش على قصه انا بحب ايه يعني، وانا نازل اقول لها انت عاوزه ايه بالظبط، قولي لي. طب خدي التليفون معاك بس لو احتجت حاجه اقول لك. طب ما قولي اللي انت عاوزاه انا هجيبه مره واحده. يا جماعه مش ده واخد افطر، ما انا بفتكر. انا ناسيه حاجه، انت نزلت افتكرتها، رن عليه قول له هات معاك. لا ماما انا انت قلت لي انزل هات كيلو قوطه بس، لقيت ايه ده انا نسيت، هات خيار وبصل وهات كريمه طي وروح هات لي لبن لا تفوتني من لا الله. بفتكر خلاص، وانتوا تحت هاتوا بقى. ولا يا احمد ايه عايز مثلا ايه؟ نروح اجيب قوطه، راح اجيب لبن، اروح اللبن اروح على البيت. طب في حاجات انا تانية انا عايزاها. اشتري وارجع. انت عارفه ايه كلمتني امبارح باين كنت بجيب حاجات وكده، ماما ده فايه فبقول لها فبكلمها بقول لها عاوزه حاجه تاني، فبتقول لي انت جبت ده كذا بقى يوم وكذا. الثلاث على فكره. لا ده امبارح ما كنتش انت معايا. على ايه يعني؟ ساعة ما كنت بجيب عصير. المهم ايه، طب ما انت لسه جنبه، انا خلاص داخل على البيت، طب ما بالتوك توك كده لف هات لنا وخلل وارجع لف يا بنتي خلاص. انا اللي جبته في الاخر. وانتوا جايبوا. ايوه ما جبتوش. انا بص يا جماعه، ومعاه شنط. اسر الكلام. انا ما احبش احرم عيالي من اي حاجه. هو الواحد مش هكدب عليكم، الواحد زمان وهو صغير كنا محرومين من كل حاجه، انا مش عايزه عيلي تبقى زي، انا بتعب على نفسي وبتعب على صحتي وبعمل وعايزه اكبر نفسي، عايزه اعمل واسوي عشان خاطر العيال.
فانا عايزه اعمل يبقى ليهم حاجه في الدنيا، مش محرومين من حاجه، ما يبقاش عينهم على حاجه حد، ما يبصوش لحد، يبقى كل حاجه تحت ايديهم، في الحدود برضو، ما ولا نسيب ولا نرخي، يعني قصدي ولا نسيب ولا نشد. فمثلا عايزين فلوس اللي هم محتاجين في الدراسه ادولهم، بالذات عندي الدراسه. بصوا لو قالوا لي الكتاب ب1000 جنيه انا هديهم للدراسه، اهم حاجه الدراسه عندي. مثلا بقى في خروجات مش عارفه ايه 100 جنيه واحنا نخرج ونتفسح ونشرب عصاير وبتاع بديهم. انا زمان ما كانش فيه الكلام ده، انا واحمد زمان ما كانش فيه الكلام ده. دخلتنا في المصاريف ليه والفلوس؟ انا مش بتكلم على الفلوس والمصاريف خالص. لا اما انا بتكلم عليه انت بتقولي بتجيبي حاجات كتير، انا ما بحبش عيلتي تبقى محرومه من حاجه. لا انا هو مش بحب كده. اجيب لهم اي حاجه هم عايزينها، وبيتي يبقى فيه كل حاجه. اي حد يطب عليا عندي جبنه، عنده بيض، احبش بيتي يبقى فاضي، ما احبش حد عيل يجي مثلا يقول لي يا ماما انا عايز اكل كذا وما اعملهوش، اقول له ما فيش، او استنى اما نبقى نجيب او كده. لا، طالما نزلت المكان ده عشان اجيب، خلاص اجيب بقى كل حاجه انا محتاجاها وكل حاجه انا عايزاها. انا عارفه عيلي بتاكل ايه، بتشرب ايه، التلاجة محتاجه ايه، البيت ما فيهوش كده كده. احمد بقى لا، عايز اروح جيب ارجع، جيب قوطه ترجعي، ما تلفيش، أيوة، قوليلي أنا ما عاوزة. تبصيش كده، ما تبصيش على حاجه انت عايزاها، لا روحي كده وتعالي كده وخلاص. هو الراجل عموما كده. بتلف ساعتين في قسم الشوكولاتات، ساعتين. ويتني اشتريت شوكولاته. ها لا والله ما اشتريت شوكولاته، اقسم ايوه بالله. البسكوتات والحاجات اللي هي ده دي. جبت لي علبتين بسكويت اللي هو الشمعدان ده. عليكم اول النهارده، بس فضفضنا معاكم شويه. يلا يا ريت اللي يوصل معانا حد هنا. ولو انا كلامي صح قولي في الكومنت، محدش كلامي صحيح؟ غلط قولي في الكومنت. صحيح. ومش كل ست كده برضو، ولا لا ولا انا بس. بس التالتة ما شاء هو الله. بيتعب بس من اللف عشان بيلف بس ده بيلف في المول بس. تخيلوا بقى بيلف في المول بس. انا هو ماليش تعب. خلق اقف ده بقف كتير. ده انا من الساعه كام؟ ده قالت لي بص احنا انا بص هروح بسرعه. ده من الناس ساعة على فكرة، ساعة ها ساعة في المول. يا شيخ حرام عليك، ده احنا متحركين من هنا كانت الساعه 7 الا تلت، بقول لك خلي بالك الساعه 7 الا تلت. قام حملنا الفيديو في الطريق وقلت عشان هنروح نفتح بس. ما شاء الله فتحنا بس اليوم ده الساعه 11 من 7 الا تلت، صح كده افتكرتي؟ لا بس احنا لسه عبال ما نروح وعبال ما نيجي وعبال ما شلنا الحاجة وحطينا الحاجة، مش ده كله بنلف يعني في المول. ايوه ما كانت 7 الا تلت في الاسانسير. يا عم خلاص مش لازم يعني قوي كده خلاص. لا انا حافظ، انا حافظ. ما انا عارفة انت حافظ. يلا بصي بقى النهارده نام. طب يلا سلام. يلا هننام على طول، يا مساعد مفيش ننام دعوة على طول. بيا، مش هتخش يلا. تنام. انت ولا بصراحيه. يلا ربنا يخليكم لينا. يلا كبروا عيلتنا وكبروا غلطنا. خلاص يا سلمى يلا يا رب يكمل معانا حد دلوقتي ونسي يحط رايك يحط رايك يحط لايك. اتلخبطت فيه معلش حاجه عليا. لايت 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 اكترنا لايت. ليطوا، انا عايزاكم تليطوا، ما فيش كفايه. كل حته ليطوا، انزلوا كده بتزيط، ليطوا. هي بتزيط. يلا استنوا مننا كله جديد ويا رب. والله مستين هقول ايه. ماشي انتوا عارفين ولا مش عارفين؟ حطونا لايك حلو، لايك جميل، يلا السلام عليكم. وكومنت حلو، كومنت جميل. ربنا يديكم ويرضيكم ويخليكم ويبارك فيكم ويديكم الصحه والعافيه يا رب العالمين، ويخليكم ولادكم وكل المشتاق الذريه الصالحه قادر يكرم كل يحط لي لايك وسبسكرايب وخلونا 20,000 بقى. وصلوا بقى ل 20,000 بقى يا حبايب قلبي بقى. وبنقدم شيء بيدايل تاني. وبقدم شيء ده حسن يا مؤمنين الله. سلام. يلا السلام عليكم. سلام. سلام.